السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم منوعات جزائريه دي زاد. نصلي ونسلم كامل على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا منكم لايك للفيديو واشتراك في القناه. فيديو اليوم راح نشوفوا الجديد، وش كاين جديد في العبايات، وشنو هما العبايات اللي راهم توندونس لسنه 2025، العبايات الرائجه واللي راهي تدور في الاسواق. هكذا كل وحده حابه تشري، ولا كل عروسة راها تجهز تعرف وش تدي معاها. نبداو بهذا الموديل الفخم والأنيق، جاي في الأسود، ودايما الأسود أنيق وفخم في لبسته. شوفوا لي هذه العباية تصلح للخارجة يعني، مش شارجي بزاف، وميم طون ماهيش اتيرونت يعني، مليحة للخارجة. كاين عبايات يصلحوا للخارجة واللبسة تاعهم شاك جور تصلح، وكاين عبايات يصلحوا للعرضات، الأعراس، المناسبات. هذوك يكونوا شارجي، يكونوا مطرزين، يكون البيرلاج تاعهم شارجي ثاني، كما العبايات هذو اللي رانا نشوفوا فيهم واللي حطيتهم في بداية الفيديو. كامل يصلحوا للخارجة، جايين خفاف سامبل او ميم طون باهين. شوفوا لي هاد العباية ثاني، التعمار تاعها جاي خفيف، التعمار تاعها خفيف، فيها غير هكذا بيرلاج خفيف برك، وفي نفس الوقت جاية باهية ومليحة. هذه ثاني شوفوا شحال باهية شحال مليحة، نوار في لارجانتي. التعمار تاعها ولا البيرلاج تاعها داك جاي في لارجانتي، وميم طون بيرلاج خفيف. يعني نظن انه العباية اللي نلبسوها شاك جور يعني تكون حاجة شوية رايحة للسامبل، لانها تخرجة، على عكس العراس كي يكون عندنا عرس ولا يكون عندنا مناسبة ولا عرضة لبسوا عباية تكون هكذا شارجي. وشوفوا الموديل هذا ثاني شحال باهي، جايه بلاك، يعني نوار ما شاء الله. وميم طون لي زيستراس ولا التعمارة تاعها شوفوا جاي خفيف، غير في النص وخفيف، جايه دروات يعني، روعه في لبستها هذه العبايه. العبايات هذو اللي حطيتهم في بدايه الفيديو، كامل عبايات يصلحوا للخارجه. شوفوا هذه ثاني جايه ستيل، ستيل لارج، جايه ايفازي من تحت، واللي مونش تاعها جايين ثاني لارج. العبايات كاين اللي تجي ايفازي من تحت، وكاين اللي تجي دروات، وكل وحده واش تحب تلبس. هذه بلي فلور، شوفوا شحال باهيه. العبايات اللي راهم توندونس دوكا واللي رانا نشوفوهم كامل في الاسواق وفي المحلات راهم يبيعوا فيهم، هما العبايات الخليجيه. كما نعرفوا باللي الخليج هما اللي راهم يعني يصموا بزاف العبايات ويلبسوا بزاف العبايات. شوفوا هذه شحال باهيه، جايه بلي فلور، جايه نوار في النوار، التصميم تاعها شحال باهي وشحال انيق. وهذه ثاني، هذه جايه نوار في الابيض، لي فلور هادو جايين في الابيض. ما شاء الله روعه. هذه ثاني تصلح للخارجه، لانها يعني بسيطه، يعني حاجه سامبل، ماهيش حاجه اللي شارجي بزاف ولا حاجه اللي تعتيري. ويبقى اكيد اللبس اذواق، كل وحده واش تحب تلبس، وكل وحده واش يخرج عليها. انا حبيت نشارك معاكم هذه العبايات باش نديو فكره واش كاين جديد، العبايات اللي راهم توندونس هكذا، كل واحده عندها عرضه ولا عندها مناسبه ولا عندها عرس، تدي فكره على العبايات. ولا كل عروسه ثاني راها تجهز، حابه تدي عباءه هكذا فخمه وانيقه، تروح بها للعرضات، تدي فكرة ثاني. وبالنسبة لأسعار العبايات هذو، الأسعار تاعهم اللي جايين سامبل وخفاف كيما هذو اللي شفناهم في بداية الفيديو، هذو الأسعار تاعهم من 500 فما فوق. كاين 500 600 700 800 فما فوق. هذو اللي جايين خفاف وسامبل تاع الخرجة اللي يصلحوا اللبسة تاع شاك جور. هذا هو السعر تاعهم من 500 حتى 800 مليون، وكل وحده على حساب الستيل وعلى حساب ثاني على حساب التيسي وعلى حساب التعمار. اما اللي جايين شارجي واللي جايين مطرزين ويتلبسوا في الاعراس والمناسبات والعرضات، فوالا هذوك جايين شويه البري تاعهم غالي، وشويه شويه طالعين في البري.
البري تاعهم من مليون فما فوق. كاين مليون 1800 1500 يوصلوا حتى لزوج ملايين على حساب التيسي كيما قلت لكم، وعلى حساب ثاني الطرز وعلى حساب التعمار. هذا هو البري تاع العبايات اللي راهو يدور في الاسواق. فوالا، وكما نشوفوا باللي التعمار تاعهم هذو راهو تعمار باليد، يعني خدمه باليد، وخدمه كي تكون توجور باليد راها تكون متقونه. شوفوا لي ثاني هذه العبايه جايه باج في لارجونتي. هذه جايه ايفازي من تحت، ولي مونش تاعها جايين لارج، ما شاء الله روعه. هذه ثاني روعه في لبستها. هذه يعني شويه جايه شارجين، نظن تصلح هكذا المناسبه ولا عرضه ولا عرس. هذا ثاني موديل باهي بالبزاف بليزي ستراس كما راكم تشوفوا. والعموم العبايات يتلبسوا لارج، ما يتلبسوش ضيقين العبايات. العبايات يعني راهم دخلوا موديلات بزاف، كيما هذو العبايات دوكا اللي رانا نشوفوا فيهم، هذو يتلبسوا في العراس في المناسبات، جايين شارجي. شوفوا هذه ما شاء الله روعه في لبستها، جايه نوار في لارجونتي بليزي ستراس. تعمار تاعها ولا البيرلاج تاعها شارجي، معمره من القدام ومعمره من اللور ثاني. هذا الموديل ثاني شوفوا شحال باهي، روعه. هذا الموديل روعة روعة. أكيد راح يعجبوكم هذه العبايات وهذه الموديلات، لأنهم كامل عبايات فخمة وعبايات أنيقة يعني في لبستهم. هذا العبايات اللي شارجي ولا اللي تعمار تاعهم شارجي، البرلاج تاعهم شارجي، هادو شويه البري تاعهم راهو زايد على العبايات اللي يكونوا سامبل وخفاف. هادو العبايات راهم يديروا يعني 1500 1800 حتى 2 ملايين. هذا هو البري تاعهم. شوفوا دي هذا ثاني الموديل اللي راهو توندونس واللي يدخل بقوه للاسواق. هذا الموديل يجي دوبلي، يجي فولار من الفوق هكذا بالبيرلاج وبليزي ستراس، ومن الداخل يجي هكذا روبا اوني، بزاف باهي في لبستو. كاين ثاني العبايات اللي يجيو ستيل برنوس، كيما هذه العباية اللي رانا نشوفوا فيها ستيل برنوس ثاني بالبيرلاج وتعمار شارجي وبلا كابيش ثاني باه يعني يستر من الفوق. هاد العبايات كلهم ما شاء الله روعة، روعة في لبستهم. هادو هما العبايات اللي توندونس والعبايات جديده اللي راهم يدوروا في الاسواق، وكما قلت لكم السعر تاعهم لي سامبل بخفاف تاع الخرجه وتاع شاك جور راهم يديروا من 500 حتى ل 800 مليون. واما العبايات اللي يكونوا شارجي ومخدومين يعني تعمار باليد، ويكونوا الأعراس والمناسبات والأعراض راهم عفوا الأعراس والمناسبات والعرضات راهم البري تاعهم من مليون فما فوق، من مليون حتى ل2 ملايين. والبيرلاج اللي نشوفه في العبايات كي يكون حر يكون يعتيري ويكون يبريي، ما يجيش هذاك البيرلاج اللي طافي ويمدش هذيك اللمعه. خليكم تكملوا تشوفوا هذه العبايات الفخمه والانيقه. عبايات يعني ما شاء الله روعه في لبستهم وتحفه في لبستهم. هكذا كل واحده حابه تشري، كل عروسه راها تجهز تديو افكار واش كاين جديد واش كاين توندونس الاسعار في الاسواق. نقول لكم في امان الله، ما تنسونيش من دعمكم للقناه، لايك للفيديو واشتراك في القناه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات أخرى. خليوا لي اخواتي اراكم في التعليقات واش رايكم في العبايات الخليجيه هذه اللي دخلت للاسواق. اذا عجبوكم ما عجبوكمش، اذا نتوما تحبوا تلبسوا العبايات وشني هو الستيل اللي تحبوا تلبسوه. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى، ودمتم في رعايه الله. سلام.